الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفه سهله خالص وسريعه، يعني للانقاذ كده. هنعمل طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا طبعا اللسان العصفور كميه تقديريه حسب احتياجك، حط عليه معلقه زبده واحده او زيت او سمنه المتوفر بالنسبه لك، علشان بس يعني اخفف من الحده بتاعه الدهون بتاعته، وادخله الفرن يتحمص. بعد ما هقلبه كويس وبعد كده نكمل بقيه الوصفه. على بال ما لسان العصفور يتحمص في الفرن، عندي هنا معلقه زبده على زيت وفيهم فصين مستكه. هنزل كده بالقوانص الاول عشان القوانص عندي بتاخد سوا عن الكبده. هسيبها بس كده تاخد صدمه شويه. انا بس وهي بتتشوح كده في الزبده هحط رشه حبهان بودر وهدي عليها النار. هسيبها تصفي ميتها وتسويها، تسوي نفسها يعني، مش هزود اي اضافات. القوانص عندي هنا دخلت كده في نص سوا. هنزل ببصله كبيره مبشوره عليها رشه فلفل اسود. هسيبهم كده ياخدوا مع بعض لحد ما ريحه البصل عندي تطلع وتاخد اللون الاصفر الذهبي. هنزل كمان بنص معلقه ثوم مفرومه. هسيبهم كده ياخدوا برضو ريحتهم مع بعض. طبعا الكبده ما بتاخدش سوا خالص، عشان كده هنزلها اخر حاجه. هشوحها كده في قلب بعض. هنزل بشويه فلفل كده الوان وكمان معلقه صلصه. والمنكهات اللي عندي 7 بهارات وكزبره ناشفه وتوم باودر وبابريكا ورشه جوز الطيب ورشه قرفه وكمان رشه حبهان والملح طبعا حسب الرغبه. هقلب كله مع بعضه. عايزه اقول لكم الروايح بجد مش قادره اوصف لكم. طبعا عندي هنا اللسان العصفور كمان اتحمص، هنزل بيها كده وهنزل بالشوربه السخنه عندي. لو مش متاح شوربه ممكن ميه من الحنفيه عادي، بس اهم حاجه لازم تكون سخنه. هسيبها تاخد غلوه واحده بس وبعد كده اطفي عليها النار وافضيها في الطاجن وادخلها تكمل سواها في الفرن. انا فضيته في الورق الفويل وهغطيه. لو مش متاح الغطا بتاع الطاجن ممكن تحطي ورق فويل. هدخله بقى الفرن يكمل سواه، يعني من ربع ساعه لتلت ساعه، كل واحده وحسب الفرن بتاعتها، وهطلعها لكم بقى بشكل نهائي. بقى بعد ما استوى عايزه اقول لكم مفلفل وطعمه وريحته بجد قلب المكان. اتمنى ان انتوا تجربوه، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيه ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.